السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد. إن شاء الله هنشرح في الفيديو ده عن 3 مواقع تسويق بالعمولة أنت ممكن تشتغل منهم. طبعا الشرح ده هيكون للمصريين لأن ال3 مواقع دول موجودين في مصر. تمام. في مواقع تانية موجودة في بلاد تانية أنا شرحتها قبل كده، أنت ممكن تشوف البلاي ليست في القناة اللي هي اسمها التسويق بالعمولة. هتلاقيني شارح مواقع كتير ممكن تشوفها. طيب التسويق بالعمولة طبعا احنا زي ما قلت شرحنا بلاي ليست فيها، وكنت شارح ايه هو التسويق بالعمولة وايه هو الافلييت وازاي تشتغل وكده. النهاردة لو ما شفتش طبعا البلاي ليست ممكن تروح تشوفها وتعرف ازاي التسويق بالعمولة بعد ما تسمع الفيديو ده. لكن هديلك نبذة مختصرة عن التسويق بالعمولة. التسويق بالعمولة هو انك بتسوق لمنتجات او لخدمات ناس تانية وبتاخد مقابل التسويق بتاعك. لما حد يشتري المنتج بتاع الشخص اللي انت بتسوق له، انت بتاخد العمولة بتاعتك ايا كانت بقى العمولة كام، على حسب المنتج او على حسب الخدمة او على حسب العمولة اللي هو بيحددها لك، او على حسب لو انت بتتفق معاه على العمولة اللي انت هتاخدها. يعني العمولات بتختلف من حاجة للتانية، والاتفاق بيختلف من سياسة واحد او سياسة موقع لسياسة تانية. يعني في مثلا مواقع بتخليك انك تزود في العمولة عن اللي هم حاطينه، وفي مواقع لا. في مواقع بيدولك حد ادنى وحد اقصى، وفي مواقع بيسيبوها لك مفتوحة، يعني بتحط عمولتك براحتك. تمام. النهاردة ان شاء الله نشرح في الفيديو ده ايه هو شرحنا كده ايه هو التسويق بالعمولة، وفي 3 مواقع هنقول لكم عليهم بإذن الله موجودين في مصر وموثوقين والناس شغالة عليهم تمام، وما فيهمش اي مشكلة. طيب انت هتسوق فين اولا؟ انت بما انك موجود في مصر، اكتر ناس موجودة في مصر بيستخدموا الفيسبوك او موجودين على الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب. دي المواقع السوشيال ميديا اللي المصريين اكتر حاجة بيستخدموها، وانت ممكن تسوق من خلاله. طبعا الفيسبوك انت هتعمل صفحة عليه، وكمان ممكن تعمل جروب كمان وتسوق عليه ويبقى عندك صفحة وجروب. تمام. بالنسبة للانستجرام بتعمل صفحة وبتسوق لها، سواء بتسوق ممول او بتسوق مجاني، يعني سواء على الفيس او على الانستا، ايا كان انت بتسوق ازاي. المهم انك تكون بتعرف او عندك خلفية عن التسويق. وطبعا اليوتيوب انت ممكن مثلا لو انت معاك ميزانية كويسة ممكن تشتري المنتج اللي انت عايز تسوق له وتعمل عليه فيديو وتوريه للناس، وتوريه للناس سواء مثلا لو ملابس انت تلبس مثلا القميص او الطقم اللي انت عايز تبيعه وتوريه للناس، والناس لو عايزين يشتروا بتحط لهم الرابط بتاع اللينك اللي انت عايزهم يدخلوا يشتروا من خلاله، او بتديلهم الكوبون اللي هياخدوا منه العمولة عشان العمولة تتحول. وطبعا بتعرفهم ازاي يقدروا يشتروا. طبعا انت ممكن تعمل متجر الكتروني، ممكن تعمل متجر، يعني مش شرط انك لو معاك فلوس كتير تعمل متجر، لا مش مشكلة. لكن المتجر هيحتاج مصاريف حتى لو تكلفة بسيطة في الاول. وطبعا عشان تكلفة التسويق لو انت هتسوق ممول بيبقى عن طريق طبعا الفيسبوك والانستا، بتسوق المتجر بتاعك، وكمان على اليوتيوب، وكمان ممكن تسوق من عن طريق اعلانات جوجل. تمام. ده كده بالنسبة انك هتسوق في، سواء انت بقى بتسوق خدمة او منتج او ايا كان. لو انت في مصر سوق من خلال الحاجات دي او اعمل الحاجات دي، ومش شرط انك تعملهم كلهم، ممكن تبدأ بحاجة حاجة بس. واهم حاجة تبقى فاهم السوق بتاعك ماشي ازاي وتكون درسه، حتى لو بنسبة 50%، وانت ماشي في الطريق بتبدأ تفهم الدنيا ماشية ازاي. يعني مش شرط انك تبقى فاهم وعارف كل حاجة عشان تبدأ، لا. انت بعد اول ما تخلص الفيديو ده روح اعمل صفحة على طول و... وادخل على المواقع اللي انا هقولك عليها ديت، او ايا كان الموقع اللي انت عايز تسوق منتجاته، وادخل ابدأ على طول، ما تستناش. طبعا ما تنساش تتابعنا عشان هنشرح استراتيجيات ازاي تسوق سواء بالطريقة المجانية او بالمدفوعة.
وازاي تعمل الكلام ده بالتفصيل هنقولك عليه في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. طيب المنتجات اللي انت هتسوق لها دي ممكن تكون ايه؟ دي ممكن تكون الكترونيات او ملابس او ايا كان انت بتعرف في ايه. لو انت مثلا بتعرف في حاجة معينة انت ممكن تسوق لها. لو انت مثلا بتعرف في الملابس، مثلا ملابس الاطفال او ملابس الرجالي او ملابس النساء او ايا كان الملابس اللي انت عايز تسوق لها، ايا كان النوع اللي انت عايز تسوق له. وكمان الالكترونيات، وفي طبعا حاجات تانية كتير انت ممكن تسوق لها. لكن انا قلت لك، انا اديت لك مثالين يعني انت ممكن تسوق ايه. لكن انت تسوق الحاجة اللي انت عايزها، مش شرط انك تسوق الحاجات دي بالذات يعني. اهم حاجة انك تسوق وتعرف تجيب فلوس وخلاص. بس في بقى الثلاث مواقع اللي انا هقولك عليهم النهاردة دول طبعا موجودين في مصر، تقدر تسوق في مصر. منهم اول موقع افلييت انجزني. طبعا نبص عليه بصة كده، ده افلييت انجزني اهو. ممكن تسجل كمسوق وممكن تسجل كتاجر. طبعا المسوق انت هنا لو عايز تشتغل في التسويق. لكن انت لو عندك منتج او عندك مثلا لو انت مثلا مصنع او ايا كان، انت ممكن او مثلا عايز تتفق مع مصنع او عندك منتجات بالجملة، انت ممكن تشتغل معاهم كتاجر. يعني بتودلهم المنتج بتاعك وهم بيسوقوه لك عن طريق المسوقين اللي شغالين على الموقع بتاعه. طبعا ده هنخصص له فيديو لوحده ان شاء الله، وانا طبعا شرحته قبل كده في فيديو فات. لو انت ما شفتوش انت ممكن ترجع للفيديوهات التانية وتشوفه. طبعا ده بيحتاج ميزانية او رأس مال. طبعا مش لازم الميزانية تبقى عالية عشان تبتدي، لا مفيش مشكلة على حسب الميزانية بتاعتك. طبعا ده الموقع انت بقى بتدخل تسجل فيه، مفيش اي مشكلة. وبتسجل ايميلك واسمك وكل حاجة وبتدخل تشوف المنتجات وبتشوف الدنيا ماشية ازاي، وبتشوف المنتجات اللي انت عايز تسوق لها وبتحطها عندك على البيج، على الانستجرام او على الفيسبوك او ايا كان، وبتبتدي تسوق لها. طيب الموقع التاني اللي معانا اللي هو افلييت شهبندر. طيب ده ممكن نبص عليه اهو. ده الموقع اهو. انت بقى ممكن نفس الفكرة بتاعت الموقع اللي فات يعني، مفيش فيه اي اختلاف. الا بقى في السياسات، انت ممكن لازم برضو تشوف السياسات بتاعهم. وفي هنا لو عايز تكلمهم اهو. وفي هنا بيقولك اتصل بينا مثلا. وفي هنا في حاجات بقى بيقدموها. بيقولك هنا جميع مميزات باقة البرو بالإضافية لتطبيقات المحمول، دردشة حية مع العملاء، وبرنامج النقاط والمكافآت. انت بقى بتدخل تكتشف الموقع بنفسك وبتدخل تشوف الدنيا ماشية ازاي فيه. والمواقع دي سهلة جدا يعني ما فيهاش اي حاجة. اهم حاجة انك تبدأ وما تضيعش وقتك، وما تمطلش في الوقت. لان الوقت ده طول ما انت ما بتماطل انت مش هتبدأ. وهترجع يعني مثلا لو انت ما بدأتش النهاردة هتيجي كمان 3 شهور مثلا او سنة وتقول يا ريتني كنت بدأت من السنة اللي فاتت. فيا ريت ما تضيعش وقتك. طيب ده كده افلييت شابندر. في افلييت نون كمان. وده افلييت نون طبعا الموقع معروف سواء في مصر وفي الامارات وفي السعودية وفي بلاد وفي كذا بلد يعني. كان احنا بنتكلم عن مصر دلوقتي. ده تقدر تسوق للمنتجات بتاعته بالكوبونات، وتقريبا كمان ممكن بالروابط على حسب. يعني هنا مثلا اسمه ايه، افلييت نون، انت ممكن تسوق له. ممكن لو عندك مثلا مدونة بتدي مقالات مثلا عن منتج معين وتقول الشرح والكلام ده، وتحط لهم الرابط او الكوبون وبتقول لهم اشتروا المنتج من المكان الفلاني. طبعا لما بيروح بيشتري المنتج بيحط الكوبون بتاعك، العمولة بتتحول لك على الحساب بتاعك. بس مفيش اي مشكلة تانية. حبيت انوه بس عن حاجة. افلييت نون انت ما الافلييت مش موجود في الموقع نفسه يعني. في موقع اسمه كليك بانك انت بتدخل تسجل كمسوق بالعمولة عليه، وبتشوف الحاجات اللي موجودة في افلييت نون مصر. اهم حاجة يبقى مصر، لان في افلييت نون السعودية والامارات وفي كذا بلد.
وبتشوف المنتجات اللي انت عايز تسوق لها، وبتشوف العمولة بتاعتك بتكون قد ايه، وبتشوف النيتش بتاعك اللي هو المجال بتاعك يعني. وبتسوق للحاجة ديت، وتكون عارف كويس انت بتعمل ايه وبتسوق ازاي عشان تعرف تكسب فلوس كويس. بس لو انت عايز شرح معين لمواقع معينة، او مثلا عايز اي حاجة تسألني فيها، ممكن تسألني في الكومنتات تحت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. وان شاء الله في مفاجآت جاية هعملها لكم بإذن الله. بس عشان ضيق الوقت مش اكتر. لكن الحمد لله انا فضيت في الاوقات الحالية، وان شاء الله هعمل فيديوهات كتير. بس كده، مع السلامة.